10 دقائق كانت كفيلة لافتراس الطفل علي ذي ال5 سنوات، والمجرم كلب سائب اختطفه من ذويه ليأخذه إلى مكب للنفايات ويقطع جثته إلى أشلاء ليموت في الحال. جريمة هزت قضاء صفوان أقصى غربي البصرة. جاي أشتغل ببيت عندي قريب عن بيت أهلي، راحوا الأطفال للبيت ورجعوا، فهاي رجعتهم خلال ثواني أخذنا تكرم الكلاب وراح نبيل الزبالة. اي والله كلنا بعد ما خلى نبيشي مال خاتم ملخ. اي والله وجهه مشوهاته تشوي. قبلنا صارت أحداث، وهذا هسه الثالث أو رابع واحد. هسه واحد من اخوه الجوارين قاعد يمي زوجته كلنها وقاعد يجيب الإبرة ب600,000 لأنه هذا ملوث. اثنين، احنا نظل نعاني من هالمصيبة هاي لوين؟ بالمحكمة تلقاها، بحديقة المدارس تلقاها، بالأطفال هاي اللي تطلع ونساء. زين شلون؟ نظل احنا ننطر على أطفالنا لوين يعني؟ سجل قضاء صفوان حوادث مشابهة لحادثة الطفل علي تجاوزت 20 حالة منذ بداية العام الحالي، ولا حلول تذكر من قبل الجهات المعنية رغم مطالبات الأهالي لسنوات عديدة. ظاهرة غير حضارية بالنسبة للكلاب السائبة. نرجو من الحكومة الموجودة في محافظة البصرة وكل محافظات الالتفات لهذه الظاهرة لغرض انهائها. والله اول ما نطالب الحكومه المحليه المركزيه والحكومه المحليه بهاي الظاهره، يعني هذا شنو ذنبه؟ يعني طفل عرفت شفت ابوه شفت عمانه راح يعني ضحيه كلاب سائبه، يعني مبلغين عنها هاي، مبلغين البلديه مبلغين يعني جهات هاي تخص البيطره. لازم متابعه هذا الشيء يخلصون المجتمع منه. ظاهرة الكلاب السائبة تفاقمت بالفترة الأخيرة، وتغاضي الجهات ذات العلاقة ينذر بكارثة إنسانية لن تمر مرور الكرام في حال بقي الوضع على ما هو عليه. لم يطلب أبو علي أي شيء من الجهات المعنية سوى إيجاد الحلول والمعالجات المطلوبة لإنهاء ظاهرة الكلاب السائبة التي افترست فلذة كبده.